اهلا بيكم في حلقه جديده من حكايه على السبرتايه، بس من غير سبرتايه. الحلقه دي الحلقه دي مختلفه عن اي حلقه. الحلقه دي عن الرعب، وكل واحد المفروض ان هو هيحكي قصه مرعبه حصلت له قبل كده، والحاجات دي حقيقيه ما فيهاش شطه زي ما انتم متعودين من القنوات التانية. و يلا الحلقه دي عباره عن كل واحد يحكي قصص رعب زي ما احنا قلنا، والحاجات دي حقيقيه. في الحلقه دي الحلقه الوحيده اللي هنتنازل فيها وفي حكايه على السبرتايه، وهنعمل زي ما احنا متنازلين اصلا ان مفيش سبرتايه يعني، فما تركزش قوي على الحاجات دي يعني. وكل واحد هيقول بحكايته الحقيقيه. يعني مثلا انا اللي هبدا، وكل واحد هيحكي قصه مرعبه، وعايزكم تستنوا لان انا هخلي عبادي في الاخر. عبادي عنده قصه مثلا فيها برميل، يعني برميل هو المرعب يعني في القصه. المهم هبدا انا الاول. اتفضل يا استاذ شوشي. ماشي، بص يا سيدي، احنا عشان انا من طور سينا يعني، فالشقق قليله، العماير قليله، ومفيش لا قليله يعني يعني مجموعه احياء قليله. حي في عمر. لا كل حي يعني انا مثلا الحي بتاعي اسمه 102. ال 102 السكان قليلين يعني. لا العماير 102 يعني 102 شقه. كل عماره فيها 3 ادوار، كل دور فيه شقتين. طب ساكن في الحي الاول ايه في عمارة واحدة. ففي شقه كل عيلتي اللي هو جدتي وجدي وخالي وخالتي وكل دول هم ال 102 كلنا ساكنين في نفس الحي يعني بشقتنا. فالشقه اللي احنا قاعدين فيها دلوقتي كنا قاعدين في الشقه اللي في وشها. جميل. تمام، في الدور الاخير. المهم حاسس ان هي اوفر ديتيلز بس مش مشكله عشان الناس تتخيل معايا. المهم ان انا كنت صغير تقريبا، لسه ما كنت تالتة يعني اولى ابتدائي حاجه كده يعني. فالمهم ايه، كنا قاعدين عند جدتي اللي هو المسافه بيننا وبين بيتنا 4-5 دقايق، فاهم؟ كنا قاعدين وسايبين الشقه عشان هننقل. تمام، هننقل الشقه اللي احنا فيها دلوقتي. فروحنا قعدنا عند جدتي وقعدنا شويه حلوين، وبعد كده ايه اخويا راح هو وخالتي. اخويا كان صغير، اخويا الكبير، هو وخالتي راحوا يجيبوا حاجه من الشقه اللي كانوا سايبينها بقى وخلاص. راحوا يجيبوا حاجه من الشقه عشان ايه يرجعوا تاني عند بيت جدتي. فراح يا اسطى اخويا بيفتح خالتي بتفتح الباب واخويا وراها، فبتدخل المفتاح. كل ما تفتح المفتاح تفتح الباب يقفل، كل ما تفتح المفتاح تفتح بتاع الباب يقفل. فقعدنا كده، قعدوا كده بقى ايه فتره يعني. يا عم تلاقي كان بيغير. قعدوا كده فتره. اللي انا بكلمكم ده انا ما كنتش موجود فيه يعني، هو اخويا اللي بيحكي وخالتي. فخالتي دي ست كبيره، فهي يعني ما بتقول بالحقيقه. فالمهم ان ايه، بعد شد وجذب على يوسف عرفوا يفتحوا الباب. دخلوا يا اسطى، انت بتخش الطرقه ويمينك الصاله. فاول ما دخلوا بيبصوا يمين، لقوا الانتريه بتاعه مرفوع عن سطح الارض. مرفوع عن سطح الارض فوق شويه كده وطاير. تاخد يا حاج عشان بيتلكك عشان يحتوى. هو استنى الحته دي من اول حلقه. والاشار بيطير عم يعمل كده. بيدبك كده. بيدبك. فالمهم سابوا حد يدخل لحد دلوقتي. ولد عفريت من جنوب سيناء. عفريت سوريا. بيعمل دبك. صورني عطواني. عفريت بدوي. صورني عطوني واحنا جزائريين. جريوا راحوا على بيت جدتي كلهم طبعا. جري وراحوا بقى ايه الرجاله الكبار بقى مره واحده. ايه يا عم بتحلم مش عارف ايه بتتخيلوا ايه يا عم جايين يهزروا. فراحوا كلهم راحوا الشقه ايه بتاع. جم جري هو كمان. والله انا ما قابلت شوفونير. سبحان الله. والبوتاجاز جاي بيقول لي سحبتك ايه؟ عايز تشرب يا غالي. بس حياتي حلوه كده ولا جايب على جنب؟ بيقول لك البوتاجاز والثلاجه بيقولوا ساعه ولا لا خلاص اتقدم. لا انت ليه فطرنا الضيوف فعلا. بعيدا عن الاهالي ده، لقوا يعني الناس الكبيره جريوا عشان لقوا ان الشقه كلها مكركبه اكن كان فيها حاجه يعني. بس يعني فده الموقف المرعب اللي حصل لي. امي يا اسطى كانت واحنا في الشقه القديمه دي كانت تقول لنا هي كانت بتشوف اقزام. اقزام؟ اقزام في الشقه. بجد دلوقتي انا اترعبت جدا اقسم بالله. لا حسين ايوه اقسم بالله انا مش عارف اضرب. اي حاجه فيها دباديب واقزام. ايوه اقسم بالله واد قوي يا اسطى والله العظيم بتقول انا كنت عشان كده سبناها يا اسطى والله. بس احنا رحنا الشقه اللي قدامها
كده كده اكيد مش مش هيجي. هيعرفوا يوصلوا المفتاح يفتحوا. وانا مره يا اسطى البلد في عندكوا. الشقه اللي انا فيها، ده الموقف اللي حصل لي مرعب بجد، اخر موقف بقى. وانا في الشقه اللي انا فيها كنت في ثالثه ثانوي، وامي بقى كانت سايباني على اساس انا بذاكر يعني. كنا الصبح، فقاعد لوحدي وانا متعود ان انا اقعد لوحدي. لقيت يا اسطى والله العظيم الغساله اشتغلت لوحدها، وقعدت تعمل صوت اشتغلت لوحدها خالص. اما هتلاقي الحاجه كانت عامله لها سكيدجول. يا عم هتلاقي القسم الغساله بتاعتنا ما تعرفش يعني ايه كده. الباني بتاع العضله الغساله بياخد دش. وفضلت تعمل الصوت ده ومش عارف ايه، فانا قلت خلاص يا عم عادي اروح اقفلها، واصلا ما فيهاش هدوم ولا اي نيله، اروح اقفلها وبتاع. وحوار السكيدجول ده هي اصلا الغساله بتاعتنا يعني من 2004. انا عمري ما سمعت عن الغساله بتعمل كده اصلا. فالمهم في غسالة بتعمل في كده، كهرباء زياده ولا حاجه؟ كهرباء زياده. فالكهرباء بعدها فصلت، رحت نزلت بقى قعدت في الشارع لحد ما امي جت، قعدت حوالي 4 ساعات في الشارع والغساله شغاله فوق. طب كنت رميت فيها اي حاجه تتغسل. ماشي يا ظريف. عذر على اقطاع البث علشان نزلنا رحنا الكليه وجينا، كان عليها امتحان. بس احنا قاعدين في مسبوره زمان. ماشي، هي القصه بدات من ان المفروض قصه رعب. هي القصه بدات من حوالي 7-8 سنين كده. كان في واحد انت بتضحك ليه يا ابني؟ واحد اتقتل. يا جدع هتبقى عجيبه. والله العظيم والله العظيم الواحد هيحشده بوجه ربنا. فالمهم يعني اصلا بعد ما اتقتل هم اصلا هم لهم بيت. هم مين؟ هم الراجل اللي اتقتل ده كذا واحد. اهله يعني. فالمهم يا باشا ابويا في سهره كده في ليالي الشتاء البارده، كان قاعد فاتح الشباك وقعد عمال بيشرب سجاير. كيف بقى الساعه 2 بالليل، الجو مطر وبتاع. المهم يا باشا احنا المفروض في ما بيننا وما بينهم شارع صغير كده. فالمهم يا باشا قام شويه دخان كده على شويه تراب على شويه مش عارف ايه وبتاع. شويه الدخان وشويه التراب دولت عملوا ايه؟ عملوا شكل بني ادم ليه دراع ليه بتاع وبيمشي. هو المفروض بقى الواحد اللي جاي ده ما فيش في شارع المفروض ما يعديش، راح جاي معدي منه كده. ودخل فين؟ دخل على باب الشباك. السلام عليكم. لا ما قالوش كده. دخل على ابوك البيت يعني؟ دخل على ابوك البيت؟ لا ما كانش لسه دخل. يا ابني انت بتسبق الاحداث ليه؟ في الطريق هو جاي عليه كده، فاهم اللي هو ايه، عارف يقتله ببطء. فاول ابويا جاي عليه فقال ده شكله جاي. لا جاي قافل الشباك وراح جاي مصلي ركعتين ولا ايه، قعد يقول استغفر الله العظيم وبتاع. بس فهو سجارة محشية خلي بالك. ايوه انا قلت له كده، قلت له انت سجاره ايه؟ قال لي يا عم مش محشيه والله. قلت له شكلها محشيه يا حاج. قال لي لا والله مش محشيه. طب الراجل اللي مات ده كان عايز من ابوك يعني؟ كان عايز سيجارة. والله مش شكله كده. كان مات خربان. لا احكي لكم قصه ثانيه بقى. ماشي. بس يا ريت بس يا ريت ما تضحكش يعني. دخلنا جوه لا الرعب. عشان ديت بقى انا عشتها كده. خلاص احنا عشتها عندنا يعني؟ ايوه يا اسطى في الارياف بقى يا اسطى، انت عارف بقى انا مدرك من الارياف والكوره وكده. وكنت انا وامي عند جدتي ماشي، وكنا سهرانين هناك. كان حوالي الساعه 12 بالليل كده ولا حاجه، وراح جاي النور قاطع. فالمهم كنت انا قاعد انا وامي وجدتي وخالي. فالمفروض خالي يجي وصلنا عشان المهم ايه، والمشوار بعيد طبعا واحنا راجعين. قصة رعب ولا قصة اللي توصل دي؟ مش تمشي خلال. جينا اصلا كان في طريق كده، طريق طويل ماشي هتلف من نص البلد وتروح الناحيه الثانيه من البلد، وفي طريق تاني مختصر تمام. الطريق ده هتعدي من وسط ارض زراعيه بس هتوصل على طول. فالمهم هم قالت لي ايه كانت تعبانه، تعال نعدي من هنا وبتاع. والله العظيم حصل يا جدعان. فالمهم بس احنا معديين في اخر الطريق كده، لقيت يا اسطى بتاع واقف كده مش عارف ايه ده. شفت عارف ابو الهول؟ ابو الهول؟ ايوه راس اسد وجسم كلب. والله العظيم يا اسطى، والله العظيم ما بهزر. شفت بتاع هو يا اسطى وبتاع واقف كده. لا يا هو بتاع طويل يا اسطى، غول. وعارف يا اسطى، عارف انت المغول زي ما كانوا بيقولوا اي حاجه شبه كده يا اسطى. فالمهم ايه احنا ماشيين، انا قعدت طبعا ام قعدت كنت في سنه كامل في الابتدائي او حاجه شبه كده. ام قعدت تقرا قران وبتاع. فانا ايه وانا واقف مش باصص له كده، ما اقول له امشي وبتاع. ام قالت لي بص قدامك وخليك ماشي زي ما انت. رحت جاي يا اسطى بص قدامي والله العظيم، وقالت لي ما تبصش تاني خلينا ماشيين زي ما احنا. والله العظيم حصل.
هتلاقي الفزاعه بتاعت الراجل اللي في الغطا اللي جنبه. ايوه ممكن. بس هو كان النور قاطع والرؤيه فاهم مش واضحه قوي، بس انا كنت شايف البتاع ده ممكن خيال يعني. ايوه حاجه شبه خيال كده، بس هي الحاجه دي موجوده اصلا كنت حاسس بوجودها. لا ما احنا هنقضي القران بقى. انا بخاف والله، انا خوف. احنا الشقه بتاعتنا القديمه اللي كنا ساكنين فيها كان فيها عفريت، بس ما كانش بيعمل لنا حاجه. ايوه بس ما كانش بيعمل لنا حاجه، بس كان بيطلع لهم على طول في الاحلام على شكل واحده ست من غير دماغ لابسه اسود. واحنا كلنا كان بيجي لنا كوابيس. مش محجبه ولا ايه؟ انا كانت بتخلع دماغها عشان ابويا بينام جنبهم. لا يا عم هتلاقي امك كانت مطبعه على فيلم لحمه راس. يا عم لا انا اقول لك احنا نزلنا بعدها بفتره، نزلنا الشقه اللي تحتنا لما قرفنا من الشقه اللي فوق دي. الشقه اللي فوق فيها صالب بولينج فوق طول اليوم، ما فيهاش حد فاضي. لا فاكر دماغك اقسم بالله صالب بولينج. طب احكي لكم كمان قصه رعب طالما بقى القعده حلوه. والله تقول يا عم. بص اصل الحوار بدا مع خالي، لا مش خالي التاني، خالي التاني. خلك الاصيل بقى خالي يا عم ما تقولش كده. فالمهم يعني ايه، عشان خالتي بتشوف البتاعه دي. المهم يعني خالتك بخير. اخواتي اصلا. عشان انا اول مرات خالي. خالي كان شغال في القاهره، كان في بدايه شغله تمام، قاعد في شقه لوحده وبينام على المرتبه دي محطوطه على الارض، وهو كان بيشرب سجاير، فكان دايما بيقعد يطفي السجاير جنبه كده في البلاط والحاجات دي في السيراميك اللي جنبه. فالمهم يا اسطى جه في يوم كان نازل من السفر بتاعه وكان قاعد بيتعشى، وبعد ما خلص جدتي قالت له انت بتشرب سجاير؟ هو ما كانش عارفهم طبعا. قال لا هو مش عارف ايه وبتاع، ممكن عارفين اللي هو فاهم كان بيشرب ايه في الاستخبص كده. فقالت له انت بتشرب سجاير؟ قال لها اه كده. فقالت له انت بتطفي السجاير دي في السيراميك؟ قال لها اه. قالت له ده في واحده جات لي في الحلم، والله العظيم جدتي اللي حكيت، قالت لي ده في واحده جات لي في الحلم، قالت لها ما تخليش على ابنك يطفي سجاير في السيراميك تاني عشان بيطفيها في دماغي. فتلاقي الست بتاع النيوز كانت سايبه دماغها عشان رايح في الدجل وكده. لا الدجل بيحصل عامة بالله، الحاجات دي حقيقي بجد بقى، الأعمال بقى والحسد والعمل السفلي والعمل العلوي. احنا عارفين العيال. أعرف واحد واحدة كانت عايزة واحد يخطب بنتها، واحد كانت عايزه واحدة عايزة واحد ولد يجي يخطب بنتها، فعملت له عمل، فلما خطب غيرها ولا كان كل ما يدخل شقته يجهزها يقعد يخبط دماغه في الحيط. والله العظيم. هو الحكايه مع الدماغ، هو كل قصه طبعا علاقه بالدماغ، مش عارف ايه حوار يعني ازاي مش متخيله. والله العظيم يعني بص هقول كل ما يحصل كل لما يدخل شقته اللي هو هيتجوز فيها يجهزها وكده يتجنن يا اسطى بقى ويتضايق ويتعصب وكده. اخر مره خالص والله دخل فيها بايق متعصب موت ومش عارف، فحد بيتكلم فعصبه اكتر قام يقعد يخبط دماغه في الحيط. والله العظيم. بس الكلام ده منتشر في الارياف. ما في الارياف. احنا عبد الله من كاليفورنيا. ايوه احنا عندنا اكتر حاجات مشهوره ان واحد يجي يخبط عليكم البيت. كلاني اكيد هيعرف الحاجات دي، يخبط عليك ويقول لك ده في عندكم تعبان في الشقه. لا يا عم انت مش لا دي معروف. انت بتهزر. ايوه ما اعرف. بقول لك على الارياف والله ويعمل ايه بقى؟ بيحصل اصلا عندنا. والله العظيم الناس يخش دي يسمع عينك ان في تعبان او يرميها وبيخش يعني هو أصلاً مثلا أصلاً بيرمي عصايه او أصلاً مش حبل بيسحب ويسحب عينك. لك ان انت شايف يرمي تعبان. التعبان نفسه. لا ما بيبقاش داخل بتعبان. هيشيله فين يا اللي ابني؟ اعرفه بيبقى داخل يا اسطى. يلا ده حاول. هو لو داخل ما هو شيء- حاوي يعني خفه يد يا اسطى. يا عم خفة يد هو كاس بيرمي المصري. التعبان. زي عبده موت يا اسطى. انت مش قلت لي انا ان مره واحده عندكم عمل لواحده جريتها عشان الجاموسه بتاعتها بتحلى بقى؟ لا يا بس هو شغلانته ايه؟ ان هو يجي قاعد كده كده يسمع مثلا ان فلان هيجوز ابنه مثلا ولا فلان هيجوز بنته، يروح لهم عندهم في الخطوبه في الحنه في الكلام ده ويقعد يتفرج. فانت خلاص عارف لو ما اديتوش الحلاوه هيربطه. يعني اول واحد ايوه عادي بتتربط. اول واحد جه في دماغه يعمل الحوار ده جات له ازاي يعني؟ اصل هو ده المغزى من الجواز في الارياف. يعني هم في الارياف طب بيتجوزوا بره ليه؟ الارياف بيتجوزوا ليه؟ ايوه ما هو الحاجات دي ما بتحصلش بره الارياف. ماشي بس فهمت. مش فاهم بره الجواز عشان يقعدوا يلعبوا كونكت فور يعني. انا شايف ان 90% من الحالات بتاعت الارياف والفلاحين والناس دي كلها عموما، او حتى الناس انا اسف يا عم، الناس اللي بتصدق في الدجل وما اعرفش ايه غالبا مش بيبقى حقيقي. انا ما بقولش ما بقولش ان دايما ما فيش، اكيد في، الله اعلم، بس جزء كبير جدا من الناس ديت هو بيخش في حاله انا محسود، انا ما اعرفش مين عملت لي ما اعرفش ايه، انا حماتي ماشي الحالات دي موجوده
بس في حاجات تانية بقى بتبقى موجوده لا 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 بجد. في امراض موجودة نفسيه يا اسطى؟ يا اسطى انت لسه ما خدتش نفسيه، لما تاخد نفسيه في الكليه هتلاقي فعلا في امراض كتير جدا هي اساسا خدتها انت يا عباس حبيبي. لسه في ناس تعمل والله امراض نفسيه تحت سلك العلم. يا راجل بقى كنا ماشيين في الدنيا والشعوذه. والله العظيم يا اسطى اول ما تدرس يا ابني انا بقول لك في امراض نفسيه هتلاقي فعلا من اعراضها اللي هو دايما تحس ان انت ضحيه الناس حواليك، أيوة. تحس دايما في في دماغك الازرق يا اسطى في كتير يا اسطى هيبقى جزء من الكورنر ماشي. ستوري بتاعت التشخيص ان انت هيبقى لازم انك تحس اني ما اعرفش مين فلان بيعمل لي، مين ما اعرفش بيسرق مني، ما اعرفش مين ما اعرفش بيعمل ايه. فده بالتالي هتلاقي جزء كبير من الناس اللي عندهم مرضى نفسيين هتلاقيهم مقتنعين ان في حد ساحرهم، في حد عامل لهم، في حد بيسوي، بس هو مشاكله اللي بيعانيها منها في حياته ديت مش بسبب السحر ولا بسبب ما اعرفش ايه، هي بسبب المرض النفسي. ماشي انا مؤمن برضو زي ما انت بتقول كده، لكن يا اسطى ما ينفعش انكر ان الحاجات اللي دي اغلبها كده. لا، هي في موجوده حاجات- هي موجوده هي موجوده اصلا بس مش بالكثره دي ابدا. بالظبط. ده حاليا مش موجوده بالكثره، زمان كانت منتشره جدا. بس في ناس لسه لحد لا اقول دلوقتي لك على بتعمل حاجه، سحر، وهي وفي مش ناس بتعمل عمل. مرتبطه ببيئه معينه او فئه معينه، أيوة، فلاحين ومش عارف ايه. تجارب لا فلاحين بتحصل في أوي. كل حته والله. هي بتحصل في مصر من ايام الفراعنه، من ايام سيدنا موسى. يعني سيدنا موسى اصلا معجزته في مصر كانت السحر، فاهم؟ احنا في مصر كلنا كده بقى، فلاحين مش فلاحين، مدن ارياف الحسد. اتكلم عن نفسك يا باشا. يا عم ما تربطش كل حاجه بقى العمل والحسد وبتاع، فاهم؟ واحد مش عارف يذاكر اصلا انا محسود والله. انت اللي بتقول كده. لا انا بقول كده. مين شايف ان جزء كبير من اللي بيحصل دلوقتي وموجود ان هو فعلا دجل وشعوذه ومعمول له عمل؟ لا انا لا يا مع... عم ده هل في حد موافق الكلام لا، ده؟ لا. انا معاك اصلا اللي هو الحسد موجود والدجل موجود بس انا هقول لك، انا ما ينفعش مثلا ابقى واحد زينا كده في البيئه اللي احنا عايشين فيها حاليا اللي هي مثلا السويس، واجي اقول لك اصل انا واحد عامل لي عمل. مفيش واحد في السويس كلها اصلا يعرف يعني ايه عمل. يا عم ما بس تستعبطش. احسن والله تلاقي كل واحد واحد عامل لك عمل في الكومنتات والله كل هتلاقي دخل ممبر شيب علشان يربط فيها العمل. بالمناسبه دي اشتركوا في الممبر شيب. ايوه انا مبسوط لو هو داخل في الممبر شيب. ما تنكرش كده. طب شرشر بيتحدى اي ساحر او دجال ان هو يعمل له عمل يربطه في الممبر شيب او سوبر سانكس. لو في نتحدى الساحر والدجال ان هو يعمل عمل لشرشر يربطه وبس يعمل سوبر شانكس. لا سوبر سانكس. طب خلينا نتكلم في نقطه تانية مهمه، لا الدجل بقى. هل يا اسطى هو كله نصب ولا في ايوه يا اسطى لازم. ما هننسى نقعد نكمل في السؤال. انا بحس لا، اصلا مش شرط يبقى في ناس فعلا عندها، يعني انا عندنا راجل علم وبتاع، بس انا بحس دايما ان عالم العفاريت ده ممكن عشان متربى على كده من وانا صغير ان لا في حاجه بجد وفي ناس عارفين حاجات وهتلاقي مش عارف ايه هو علم. وعارف. انا بحس بكده، فبالتالي بحس ان في فعلا ممكن يكون في فعلا دجالين عندهم ايوه يا القدره جدعان، ان هم الدجالين دول يا جدعان بيبقوا يعني بيبقى مسخر مثلا عفريت لا انا بحس اصلا اللي هم كلها بتكون العاب نفسيه وشغل وضحك على الدهون. على النفسيه بس كده. وهفتح نقطه حلوه، هي اكتر حاجه اصلا بتكسب فلوس في مصر عامه انك تلعب على جهل الناس عامه. فيجيب لك واحد مش عارف والله زي ما بنشوف الافلام كده، ايه ده بنتك مش حامل، الاقيها بالميه دي تشربها اول ما تصحى على بطن فاضيه وهتحمل ان شاء الله، فاهم؟ والله زي الافلام بالظبط. ما هتحمل مش بتعمل عشان هي بصدرها فيها كده. بالظبط يعني. فانت وازازه الميه دي بكام؟ مثلا هي قاعده مثلا بقى لها 10 سنين ما بتحملش، انت شربت بتصدق- الازازه دي حملت. انت مصدق؟ انا مش أصل أنت مصدق، دخل ذكر انا مش مصدق، بس ما تقوليش ان هي جت معاه صدفه. لا عادي 90% من الحاجات دي برضه صدفه، بس انا بقول لك ان في انا شايف ان ارد في على الحاجات دي كلها. قعدت فتره من وقت كده كان الموضوع مأثر في جدا، في عايز اعرف ايه الحوارات دي والحاجات دي. فاكتشفت يا اسطى، او مش اكتشفت يعني ملخص الموضوع كله، ان الناس، في ناس طبعا عارفه حاجات وبتقرا حاجات زي كتب مش هنقول اسمها يعني، شمس المعارف. شمس المعارف. شمس المعارف الكبرى. ماشي شكرا شمس الزناد. شكرا شمس الزناد. عشان بس ما نأذيش حد يعني. ما لقيتش حد يا عم يا ابني حد بيعرف يجيبه اصلا دلوقتي. انا هسيب لهم اللينك في الموضوع. يا عم والله يا اسطى كان عندنا ولا وجبته بي دي اف والله يا اسطى. والله ده كان كتاب شمس الزناتي بجد. يا اسطى والله الحاجات دي يا اسطى عبيطه. المهم ان في ناس عارفه الكتب دي وبتستعرض بتعرف تستخدمها ومش عارف ايه، بس لكل الحاجات دي ضريبه. الضريبه دي مش هتخليك تقدر تتعامل مع الناس كالعاده، يعني زي العادي اللي هو اصلا يفكر ان هو يسحرك ويأذيك ويعمل كل الكلام ده، وبيبقى في عالم لوحده وفي حل لوحده. لا بس في ناس بتبقى استنى واخدة ده بس شغل. استنى بس طب هو هو ده اللي انا هاجي له اهو. ده اللي بقولك عليه مش حوار الشغل بقى ده، ان انت تقدر تتعامل مع الناس وتاخد او وتروح تشتغل معاهم، ده بقى الدجل ده اللي هو ما بقاش عنده خلفيه معلومات ولا بيبقى عنده القدره اصلا ان هو يعمل حاجه من الحاجات الغريبه اللي المفروض ان الساحر بيعملها. يعني هو مش زيه زيك نصاب 100%. صح انا معاك 100%، لان هو بيختلط بالناس وبيعمل وبيسوي. التاني بيدفع ضريبه قويه جدا، بيدفع ضريبه ان هو اصلا ممكن ما يعرفش يتعامل مع الناس. وحته الفلوس والشغل ده هو يعني هو ساحر اسود
مستني صح مستني ان 50 هو جنيه اللي مستني انت من 50 جنيه بتاعت الربط بتاعت الفرح بتاع الواد اخو يوسف مثلا او ابن عمه. ايوه انا مستحيل. دلوقتي يا عم انا دلوقتي لا، في ناس عايشة. اللي انا مسخره ده مش عارف ده نصاب يا عم سنه ما ده اللي نصاب. انا مسخره اللي انت ده مسخره ده محسسني ان هو مثلا زي فيلم هو بيربط بس لو زي بجيب شاي زي بس فيلم كده الحرب لو مش عارف العالمية. يجيب له فلوس بس بيربط بس يا عم لا انت محسسني ان هو زي فيلم بتاع الحرب العالميه الثالثه الجن اللي كان في الحرب العالميه الثالثه سيد يا ابني ما هو ده جن حاجه. إيه، طب سؤال معلش ان هو فعلا الجن اللي هو مسخره ده ما يعرفش يجيب له فلوس؟ لا لا هو والله بيربط ما- بس يا اسطى كانت يجيب الناس له كلها شاي عملت بس صح. والله الجن ما كنت بيعملش بعرف 3 حاجات، ما بيجيبش فلوس وما بيجيبش الحب ولا السياسه. جميل ده حرفيا بيربط المصدر احمد مكي بجد الكرايه حرفيا المصدر الشيخ احمد مكي يا اسطى ما هو يا اسطى والله ما لو بيجيب بيجيب فلوس. فلوس يا اسطى كانت الناس بحالها عملت سحر. طب انا هسالك سؤال ازاي بيربط؟ والله ما أعرف. انا بساله ازاي بيربط؟ هو ما حدش يعرف يقول صح؟ النتيجه يعني ولا انت ما الميكانيزم؟ تعرفش الميكانيزم صح؟ ما اعرفش الميكانيزم ولا تعرف النتيجه عشان لا، بس عارف أنا- النتيجة. بس استنى بس والله عارف انت النتيجه ما تعرفش جربت الميكانيزم قبل ما كده؟ تعرفش النتيجه لا شفت ناس مربوطه ماشي يا عم عارف مش عارف واحد ما يعرفش بيعملوا واحد ايه؟ ما يعرفش اصلا بيعملوا شيء. عمليه تفاعل بس عمليه تفاعل ازاي حاجه زي حاجه تطلع لك حاجه انت ما تعرفش اصلا المنتجات هتعرف النتيجه ازاي عشان شفتها بعيني انت شفت ايه يا ابني هو في حد هيطلع لك ما تخيش بقى وانا صغير كان ليا واحد صاحبنا والله العظيم كان بيعمل حمام على نفسه زي ما هو قال تمام وهو كان في اعدادي احنا كنا في اعدادي كان بيعمل حمام على نفسه طب ما ده عادي يا قعد يقول لي لا هو كان الموضوع ده مرض عادي يعني. لا مش مرض هو ما كان مش نكتورن لا هو واحد بيعمل حمام على نفسه هم اكتشفوا بقى ان هو لازم يروح لشيخ فاهم فراح لشيخ من بعدها الدكاتره ما عرفوش يعالجوه. مش ما عرفوش يعالجوه ما راحوش دكاتره اصلا امال راحوا الشيخ على طول راح كده؟ شيخ على طول الواد ما ولا انا يا ابني زي ده نفس بره. التفكير ده اللي هو واحد مربوط ومراته بتشوفه صرصار بس. الواد بعدها خف راح سبحان الشيخ الله. وخف سبحان الله تمام خف والله شيء عادي انت مسكوا الشيخ ده بعدها بكام سنه وانا في ثانوي مسكوا الشيخ وقرب كل حاجه وقال كان بيعمل ايه وقال ان هو ما يعرفش اي حاجه قال وان هو هو نصاب صح؟ قال ان هو نصاب وهو ما يعرفش اي حاجه فعلا ومسجون دلوقتي وعمال يتضرب كل يوم اللي بقى بيخليه يشفي الناس واللي بيخليه يخفف الناس يخليه يطلعه من السجن اللي هو فيه يا ابني قلت لك العفاريت مالهاش في السياسه. ما عارفين مالهاش في السياسه مالهاش في الفلوس لكن مالهاش لا، فيها حاجه ممكن معلش. نشوفها مفيش حاجه ليها دليل اي حاجه ليها دليل لا ماليش فيها انما حاجه مالهاش دليل لا أيوة، لا مالهاش دليل. تخصص مسالك بوليه لا هو اصلا مذكور في الاعمال والحاجات دي. الراجل ده عمل مذكور في الأعمال. مذكور في الاعمال. عمل الفنان تامر حسني فهي اللي مذكور في الاعمال لا لا يعني معروفه في الوسط بتاع الاعمال. والوسط الاعمال وسط الرحله عم انت مصر هيقولها بقى واكبر بقى فاهم مكان التجربه الدجالين مهرجان كان السينما بصوا يا جدعان عشان اثبت لكم ان الحاجات دي حقيقيه والله يا جدعان مش هزار الجنيه ده اهو بص فكوكوا بقى من العبط ده. ان اللي مطلوب من الناس يعني او مطلوب من اي حد فينا ان هو ليه هنقول كده اللي جاي ده هنقوله ليه لان يا اسطى في الحاجات دي لو انت اقتنعت بيها وصدقتها قوي وحاولت تفهمها ومش عارف ايه مفيش فيها برضو حل وسط من الحاجات اللي ما فيهاش فيها حل وسط يا اما تخاف قوي من الحاجات دي وتفضل طول الوقت في دماغك انا مش هعمل كده عشان كده مش هعمل كده عشان ما تسحرش مش هعمل كده عشان ما في تحسدش ناس فعلا موسوسه مش هتقف وحاجه غصب عنك يا اما هتنفض لها قوي وتقول يا عم لا ده ملهاش وهتاخد لازمه مش خازوق عارف ايه وانت مش مقدر ده في ناس بس بتبقى تعبانه فعلا عشان هي كده فعلا تعبانه عشان محسوده او ايا يكن وهو مخنوق او مش عارف هو مش حاسس بده فكل الموضوع بسيط ان انت تعرف ان كل حاجه بيد ربنا وان انت تقرا الحاجه السهله اللي ربنا قال لنا عليها والرسول ان انت تقرا اذكار الصباح والمساء خلصت على كده اقرا قرانك مفيش اي حاجه تانية تقلق منها ولا جن ولا عفاريت ولا ربط هتبقى زي الفل ليله الدخله وبس وما تقعدش بقى تقول ولو لقيت نفسك تعبان فعلا روح اكشف ولو لقيت ابنك تعبان فعلا روح اكشف بالظبط مش اللي بندرسه في الطب ده يعني اي كلام يعني لسه متهزق مفشوخ من الدكتور على الفاضي يعني حد زي سمير مثلا دلوقتي هم قبل ما يروحوا للشيخ كانوا راحوا لدكتور كنت هبعتهم للشيخ لا كان هتلاقي دكتور ممكن فعلا يعني هو كان يعالجه اكتر اقول لك على كان لو حاجه اقول لك على حاجه اصلا كان عندي عيد سمكه طب والله كان عندي عيد سمكه رحت للدكتوره شيلها قال لي روح للشيخ منير اقسم يا ابني احنا عمالين يا ابني نقول اللي حصل يا ابني احنا عمالين نقول الارياف طب ما ينفعش والله نتريق على الارياف والله. انت بتقول دبدب انت علشان تشوف عموما اي حاجه في الحياه يعني انت المفروض تمشي بمنهجيه في حياتك لاثبات الصح من الغلط عايز تعمل منهجيه وتثبت بيها الصح من الغلط لازم تثبت العوامل وتثبت الحاجات اللي حوالين الموضوع اللي انت بتفكر فيه فانت هتعمل ايه هتقوم جايب الموضوع اللي هو مثلا واحد اتعمل له ربط وراح ولا ايا كان عنده مشكله في حياته فراح للشيخ يفكها له واتفكت
حلو، ما عنديش مانع انها تفك. هات بقى الشخص دوت نفسه تجيله المشكله دي تاني وما يروحش للشيخ، وشوف هتقعد وقت قد ايه عشان نفس المشكله دي تتحل. بنسبه كبيره هتلاقي ان كده المشكله كانت في طريقها للحل لوحدها. يعني وجود الدجال دوت من عدمه ما كانش هيفرق في الموضوع ديت. لو انت قستها فعلا بنسبه 90% هتلاقي ان الدجال ملوش دخل في الموضوع. زي الراجل اللي شاش قال عليه، اللي هو قال لك الواد كان بيعمل حمام لحد على نفسه لحد ثالثه اعدادي ولا ما اعرفش ايه. هو كده لوحده. انت لو فتحت اي كتاب طب اللي هو موضوع التبول اللا ارادي لحد سن كبير، هتلاقي اول علاج يقول لك اول علاج تعالجه ايه؟ ان كده 15% من الاطفال هيتحسنوا كل سنه. ده هو ده العلاج اللي احنا خدناه. حتى ال 85 بيروحوا للشيخ. لا ال 85 ممكن ياخدوا علاج يا زكي. يعني هو اول علاج بيقول لك ما تديلوش علاج، الراجل عنده المشكله ديت قول لاهله روحوا. فهو الدجال قال لك روحوا ان هو العلاج، بس قال لك حط معاه بقى ايه؟ هات لي فلوس وهات لي رجل النمله وهات لي مش عارف ورك النعامه والشغل دوت. لكن هو كان كده هيخف لوحده، فانت ما عملتش حاجه. بس فغالبا الدجال فعلا مش هيزود ولا هيقلل. بس اقول اخر حاجه عشان معيش حبسه قول يا باشا. معايا قوي يعني. بص يا اسطى، حته ايوه فعلا حوار التبول ده اللا ارادي ده كان فعلا هو 15% بيخفوا لوحدهم. وغير كده ان اصلا بيبقى السبب من الاهل والاستريس واللي مش عارف ايه كانت موجوده الحاجات دي. وغير كده بقى اخر حاجه بقى ان اصلا الواد ده لما هم اهتموا بيه لدرجه ان هم يودوه شيخ، فهم قللوا من عليه الاستريس وهو حوار نفسيه. فهو الموضوع كله الاول في الاخر متعلق بالنفسيه. سيبكم من الواد يوسف قاله. ايوه بس انا عايز اقول حاجه، حوار الطب النبوي وحوار الحاجات اللي الناس النووي النبوي والبلدي والحوار اللي الناس بتمشي، عشان الحته دي مهمه قوي بالنسبه لي. الناس بتمشي بيه، وانا عارف ان في ناس بتبقى خلاص تعبت وعايزه حل للموضوع اللي عندها، سواء بقى الحاجات اللي هم مهتمين بيها، ويقعد بقى يجرب كل حاجه. فبيروح لدكاتره وبيجرب ومش عارف ايه، وبيلاقي الدنيا مش ماشيه، فبيتجه للحاجات اللي هي بقى بارض الطبيعه وخيرات الله والكلام ده. الحاجات دي حلوه طبعا جدا، بس عايزين نقول حاجه يعني ان مش كل الدكاتره ناس كويسه، ومش كل الدكاتره شاطره. بالعكس في دكاتره كتير ما بتبقاش شاطره، حتى بالذات النفسيين. وانا زي ما قلت في حلقه بس ما نزلتش، تنزل اللي بيعملوا ممبرشيب ان الدكاتره النفسيين في مصر عباره عن سبوبه بعيدا يعني عن بقى زي نفس الكونسيبت. بس عموما يعني انا عايز اقوله ان انت مش كل الدكاتره ما تحكمش على كل الدكاتره ان هم شاطرين. مش معنى ان انت رحت الدكتور فاذا الطب النظام فاشل، وان الحق زي ما البدو بيقولوا، زي ما اللي هم مش البدو قصدي الناس اللي في الصحاري، ان انت تاكل من هنا وتعمل هنا عشان هم يبقى جسمك احسن. وده الدليل على كده ان لو الناس المؤمنه بالطب النبوي والحاجات اللي هي بيقولوا كده، انا شايف ان انت كده مؤمن بعد الشر يعني، او استغفر الله العظيم، ان انت كده مؤمن ان ربنا ما خلقش في الدنيا غير الحاجات اللي في القرآن. ما خلقش دنيا، ما خلقش طب، ما خلقش عارف ايه. وده في حد ذاته انا شايف ان هو كفر. بمعنى ان انت لو امنت ان الطب الموجود هو اللي موجود في القرآن وفي الحديث، معنى كده انت مش مؤمن ان ربنا ما خلقلكش طب، ما خلقلكش كون، ما خلقلكش علم، ما خلقلكش مش عارف ايه، ما خلقلكش مش عارف ايه. فانت كده مؤمن ان ربنا خلق حاجه واحده بس، او عمل حاجه واحده بس، حاجه واحده بس موجوده وانت مش مؤمن غير بيها، لكن باقي الحاجات كلها ملهاش لازمه. ملخص اللي شايف عايزين ناكل عيش يعني، احنا في كل طب ومحدش بقى بعد كل دوت الممبرشيب والعياده عاده عمر عبادي دلوقتي طبعا مع قصه عبادي المرعبه. بقول لك بجد احنا كنا يعني قصتين حصلوا ان احنا كنا زمان يعني وانا صغير كنا بنروح بنصيف في مكان معين. كان المكان دوت لسه تحت الانشاء، كان ايوه كان مش حلو ما حدش يروح. المهم يعني المكان كان لسه تحت الانشاء، فكان جزء منه خلصان وجزء منه لسه مش خلصان. كانت في حته فيها الحفر بتاعه البسينات، بس البسينات لسه مش مليانه ميه، وما كانش في تقريبا حد خالص في المكان دوت. كانوا بيجوا قليلين قوي لان هو كان لسه بيتبني وبتاع. ما اعرفش بنروح ليه بصراحه. المهم يعني فهو رحنا وكنا قاعدين في مره انا واخويا قاعدين احنا مضطرين ان احنا قاعدين على البسين، بس هو البسين فاضي بس احنا قاعدين على البسين الساعه 12 بالليل ومفيش حد غيرنا، حرفيا قاعدين في نص الصحراء مفيش غير انا واخويا على بسين فاضي، على بسين فاضي اللي هو حرفيا لو حد قابلنا هيقول ان احنا الجن. مش انا عايز بس كمل. المهم قاعد انا واخويا بقى وايه، وهم مش مالين البسين وجايبين شيزلونجين، فاحنا قاعدين على الشيزلونج في الصحراء والله بجد، وقاعدين يا باشا ونايمين. وفي بقى اللي هي بقى ادوات البناء وما اعرفش ايه والجاروف والبرميل والبونه وما اعرفش الحاجات دي كلها. فالمهم قاعد انا واخويا وقاعدين بقى عادي مستر كان ياسين، فجاه الاقي لك البرميل اللي هناك بيسلم عليا باشا البلد
انا متاكد ان انا شفت البرميل طلع له ايد زي مش ايد بقى، زي حاجه رفيعه حديد كده. ايوه طبعا البرميل اكيد سعاده الباشا. وعمل لي كده. عايز نخلي يا اسطى ما انا هقول لك، لا هقول لك انا مش لوحدي اللي شفت كده. بصيت لاخويا من قبل ما اكلمه والله، بتقول لي هو البرميل ده سلم عليك. انا هقول لك طب ما ترد السلام. اقول لك هو اتلاقى حد من العمال ولا حاجه والله العظيم شاف 2 عبط نايمين على الشيزوكات الساعه 12 بالليل، مد ايده من ورا البرميل عمل كده. راح جاي انا مستخبي في البرميل وماسك حديده. طب بجد على فكره البرميل ده بترش ده لونه احمر. احمر ده البلاستيك ده، لا احمر مش بلاستيك، بيبقى معدن. حديد المعدن كمان يا عم البرميل اللي هو بتاع النقاشين ده انا عارف. المهم فقلت غالبا عادي واحد متهيأ لنا، بس اتكلمنا؟ أنا متأكد. لا ما فيش كلام يا عم، الناس دي ما بتتكلمش. ده برميل يا عم، انت عبيط عايز برميل يتكلم. يا برميل يسلم يا اسطى، معروف ما يسلم. فالمهم عادي طنشنا وقلنا بيتهيأ لنا. بعدها متأكد ان احنا بصينا تاني على البسين عشان نستمتع بقى بالميه. لا مش موجود. بصينا على البسين، بعدها لقينا البرميل قرب حوالي مثلا 15 متر وبيسلم سلام عليكم حشرة. سلام عليكم حشرة. وبيسلم تاني. انا وهو بصينا لبعض وفلقنا رحنا على البيت. انا متاكد ان البرميل شاور لي مرتين، انا متاكد منها 100% اقطع بدراعي لو ما كانش شاور. يا راجل لا انا ما قلتش كده، اكيد شاور. اكيد شاور ابدا، برميل ابن اصول يا عم. شوف عليك كده ومش هيسلم. ده اللي كان عملت الحلقه ده، ما صدقش بالله كده. انا ما متاكد تصدقش في النجم بس مصدق في البراميل. ان البرميل سلم عليا. كان باصص لك يعني. ما عندوش عينين يا ابني، انت عبيط. ناحيتك يعني. انت عبيط يا ابني. هو البرميل مدور كله ناحيته. معروف اصل البرميل عنده ايدين بس بيسلم بيه، لا بيتكلم ولا بيشوف وبيقرب ولا يسمع، بيتدحرج كده. قصه ثانيه يلا خلينا في القصه الثانيه برضه كنا في نفس ما كنا في نفس التصيف. هو تقريبا كنا مجمعين كل المواقف المرعبه، بس دي كانت عاديه يعني. المهم فقاعدين كنا عايزين نروح الكهرباء. المهم فرايحين كارت الكهرباء ايه بيشحنوا الكارت. بنشحن كارت الكهرباء. 600 جنيه. نشحن كارت الكهرباء. والمهم كان ساعتها كان في عاصفه بنت حرام، عاصفه حرفيا عاصفه، وبرق ورعد ومطره ومعرفش، بس احنا خلاص الكهرباء فعلا فصلت ولازم يبقى في كهرباء في البيت. فنزلت انا واخويا برضه نشحن الكهرباء. المفروض نروح مبنى كده معين بتشحن فيه الكهرباء، ومفيش حد بقول لك في البتاع ده كله غيري انا هو وابويا. ازاي الدنيا برق ورعد وانت بتصيف؟ ما احنا كنا بنروح عادي هي السخنه اللي بيبقى فاتحه. فعلا يعني احنا بناخد والله. المهم فرحنا وبدينا بقى ورا زي ما بقول لك. فرايحين المكان دوت وما لقيناش حد. اكيد ما فيش حد، ان في عاصفه ثلجيه. حتى الراجل الوحيد اللي قاعد في القريه معانا اكيد نايم في بيته، العامل الوحيد اللي قاعد. المهم فرحنا ولقينا رقم اتصلنا بيه كذا كذا. طبعا الراجل كان هيسيب دي، ما اعرفش مين اللي جايب ناس دلوقتي وعايزين يشحنوا كمان. المهم خلاص رحنا والراجل طول ربع ساعه ثلث ساعه، نسينا اصلا الموضوع. المهم فلقيت لك بقى ايه، البرق شد والرعد بوم بوم بوم، ولقيت لك كائن جاي من بعيد ماشي ورجليه يعني هو رجليه متاخره عنه، هو ماشي عامل كده حرفيا كده ورجليه وراه، يعني هو بيمشي ورجليه اليمين متاخره عنه. فانا واخويا قعدنا نقول هنجري ولا احنا لسه جايين من البرميل اول امبارح. هنجري. فالمهم قررنا ان احنا ايه مش هنجري لحد ما البتاع الكائن دوت قاعد ينده يقول كابتن كابتن كابتن. الكائن دوت قاعد ينده قمنا فلقنا. قاعد يقول يا ابني مش انت عايز تشحن كهرباء؟ انت عايز تشحن كهرباء؟ اتاري مين بقى؟ اتاري العبد. وكان لابس سيفتي فالسيفتي معبي ميه، فهو رجله متاخره عنده وكان بيعمل كده، كان بيشاور لنا عادي يقول لنا كابتن كابتن. انا كنت هقول له انت صاحب البرميل وبتاع، بس سلام. هات لنا برميل شاب كده بقى في المونتاج.